السلام عليكم. هنبدأ النهاردة تاني محاضرة من محاضرات الكورس بتاعنا، وأول محاضرة بقى عملية هنتعلم فيها الغرز ومسكة الإبرة وعقدة البداية. هنتعلم فيها أول غرزة أساسية. معايا الخيط ده خيط مكرمية قطن، وكنت قلت لكم عليه سريعا في الفيديو اللي فات، بس انتوا الأفضل ليكم ان انتوا تستخدموا خيط قطن أو خيط صوف متوسط السمك، ده بداية كويس. لكن مكرمية نوعا ما يعني بيبقى ناشف شوية فمش يفضل، بس لو عندكم عادي ابدأوا بيه. قلت كل حاجة بالتفصيل في الفيديو اللي فات، فلو انتوا لسه اول مرة تشوفوا الفيديو ده اول مرة تشوفوه فالافضل انتوا ترجعوا الفيديو الاولاني علشان تبدأوا تطبقوا معانا كويس وتعرفوا الادوات اللي انتوا محتاجينها. اول حاجة معانا مسكة الابرة. فمسكة الابرة بتكون بالطريقة دي، او في ناس بتمسكها بالطريقة دي. يعني الطريقة، شوفوا طريقة، اختاروا اهم حاجة طريقة تريح ايديكم، ما تبقوش عشان ما تحسوش الموضوع معقد. ومسكة الإبرة بتبقى بالطريقة دي، السنارة بتبقى بالطريقة دي، لأننا هنفضل نشتغل كده، فالسنارة بتبقى مقابلة لينا، وشها لينا واحنا شغالين. تاني حاجة مسكة الخيط. الخيط بالنسبة لنا عندنا الطرف القصير ده اللي احنا شديناه من الشلة، وطرف الشلة بقى اللي احنا هنفضل نشده، الخيط اللي احنا هنفضل نشده. فعندنا الصابع ده بيبقى كمثابة استند للخيط، يعني كأننا بنسند عليه الخيط اللي احنا هنشده من الشلة كده. وعندنا الصابع الوسطاني والصابع اللي تحت ده، السبابة ده، بنمسك بيه الخيط اللي احنا اشتغلناه، فبنشد بيه الشغل اللي احنا اشتغلناه. هيبان اكتر في الشرح، بس بيبقى المنظر ده كده. بنبقى ماسكين الابرة بالطريقة دي، ووش السنارة مقابل لينا، والصابع ده بيبقى بنشتغل عليه الشنطة. في ناس بتلف الخيط كذا مرة على ايديها وهي شغالة، بس انا بحب ان هو حتة واحدة بس كده بسيطة، عشان ابدأ ان انا احول الخيوط دي غرز ومشروع كروشيه وحاجة في الاخر منتج نهائي. فبنبدأ باول حاجة عقدة البداية. عقدة البداية دي بنعملها ازاي؟ اول حاجة الطرف القصير ده بنمسكه كده، وعندنا صابع هنا، وعندنا نبدأ نلفه على صابعنا كده، نبدأ نعمل كده حرف الاكس كده، بالشكل ده. هنا حرف الاكس، نيجي نعمل كده بيبقى عندنا خطين بالشكل ده. بننزل بالسنارة. السنارة بيبقى الجزء اللي تحت ده بيبقى مقابل لصبعي، فبنزل بالسنارة كده وبشد الخيط التاني ده بالسنارة كده، وبطلع واشد الخيط، وافضل من هنا من صابعين الاتنين دول بشد الخيط كده. تمام، بقينا بالطريقة دي. والطرف القصير ده هشده لحد ما كده كونت عقدة البداية. تمام، دي كده معانا عقدة البداية. نعملها تاني من غير كلام بقى كتير. هعملها تاني وانا ساكتة علشان تركزوا اكتر. تمام، كده تمام. كده عملنا عقدة البداية. بنشد الطرف ده كده بالصابعين دول ان احنا شغالينهم، وزي ما قلنا الصابع ده بيكون هو الستاند بتاع الخيط. تمام، كده كونا عقدة البداية اللي هنبدأ نبني عليها بقى الغرز والسلاسل وكل حاجة واحنا شغالين. فدي أول حاجة في الكروشيه، عقدة البداية. تمام، عايزاكوا أول ما وانتوا بتطبقوا الفيديو ده توقفوا الحتة دي، توقفوها وتعملوا العقدة دي ما لا يقل عن 5 مرات، تدربوا ايديكوا عليها، وبعدين ترجعوا تشتغلوا الفيديو تاني، عشان ده كده خلاص أول حاجة خدناها هي دي. ده الجزء الأولاني اللي احنا خدناه. فوقفوا الفيديو ودربوا ايديكم على عقدة البداية بالطريقة دي تفكوا. تمام، بعدين نبدأ نشد الخيط تاني. عايزين بقى نكون تاني حاجة معانا السلسلة دي برضو اللي بنبني عليها بعد كده. احنا خلاص عملنا عقدة البداية، فبقى عندنا خيط ماسك في الإبرة بالطريقة دي، فنقدر بقى ايه نشد بقى الخيط بقى ونبدأ نشتغل بعدها. عندنا السلسلة سهلة جدا. احنا خلاص طالما عملنا عقدة البداية، السلسلة بنبدأ بقى ان احنا نشد الخيط بالطريقة دي، بنشد الخيط بالسنارة بالطريقة دي كده، وندخل تحت الحلقة اللي احنا فيها دي. تمام، ندخل فيها جواها كده. كده كونا سلسلة. تمام، نشد الخيط، ندخل في الحلقة اللي بعدها، كده كونا سلسلة، نشد الخيط وننزل تحت كده. كده السلسلة التالتة، كده عملنا 3 سلاسل. تمام، كده بالطريقة دي كده. كده بنكون سلسلة، نشد الخيط وننزل، بقى عندنا 3 سلاسل. كده خلاص بدأنا نبني، بقى عندنا 1. نعد بقى كده شكل السلسلة اهي. السلسلة كده بتبقى شكلها حرف في. تمام،
السلسلة يبقى عندنا كده كام، عملنا كام سلسلة واحنا بنشرح؟ 1 2 3 4 5 6، كده عملنا 6 سلاسل. تمام. عايزين بقى نكبر بقى 7 كده. تمام. فهي دي اول حاجة السلسلة. يبقى عملنا عقدة البداية والسلسلة. عايزين بقى تعملوا سلسلة كبيرة بقى، تقعدوا بقى تتدربوا برضو، تتدربوا عليها كده. بنشد الخيط ونطلع. وفي الاول ممكن السلاسل ما يبقوش قد بعض، ممكن واحدة نعمل مثلا سلسلة كبيرة كده، وبعدين نلاقي الخيط مثلا واحنا بنشد وسع مننا، فتبقى في واحدة كبيرة واحدة صغيرة. ما تقلقوش، فانتوا تتدربوا لحد ما تحاولوا ان هو يكون كله نفس الشدة. وانتوا بتشتغلوا هتحاولوا ان انتوا تشوفوا يعني ايديكم هتاخد على ان الماسكة بتاعة السلسلة من تحت وسحبة الخيط وانتوا بتسحبوه. فتسحبوا هتقدروا تقديريا تعرفوا انتوا بتسحبوا قد ايه وانتوا شغالين بالطريقة دي كده. فهيبقى كل السلاسل طالعة معانا مظبوطة بالطريقة. جربوا على السلسلة، اعملوا عدد سلاسل كده لحد ما تلاقوا ان السلاسل كلها طلعت معاكم متساوية بالشكل ده. السلسلة دي بنبدأ نعملها في بداية أي مشروع طولي أو أي مشروع مستطيل. في مشاريع دائرية بس مش هنشرحها دلوقتي، دي أنا هتبقى في المحاضرة السادسة تقريبا أو الخامسة. لكن يعني أغلب المشاريع برضو، في مشاريع لا تقل عن نص الكروشيه مثلا بنبدأ فيها لازم نعمل سلاسل، ومعظم المشاريع اللي على القناة في بادئين في الأول بسلاسل. فهنبدأ ان احنا نعمل سلاسل عدد سلاسل عشان تعرفوا تعدوا السلسلة كمان برضو. يعني لما تشوفوا مثلا مشروع او فيديو بيقول لكم هنبدأ ب20 سلسلة، فاللي قدامنا دول كام؟ اللي قدامنا دول اللي حرف الفي ده بيبقى 1 2 3 4 5. تمام. 6 7 8 9 10 11 12. تمام. دول 12 سلسلة. فاحنا كده نبدأ ان احنا نعرف احنا اشتغلنا 12 سلسلة. تمام. هنبدأ بقى نعمل أول غرزة أساسية معانا من غرز الكروشيه، وهي غرزة الحشو. دي البداية. غرزة الحشو بيبقى ارتفاعها سلسلة. يعني ارتفاعها يعني واحنا بنعملها بنسيب سلسلة وبعدين نشتغل في السلسلة التانية. ما بنشتغلش على طول، يعني احنا هنا مش هشتغل على طول في نفس السلسلة. انا عايزة دلوقتي ابدأ اشتغل غرزة الحشو. تمام. فمش هشتغل في اول سلسلة انا اشتغل، لا، بسيب السلسلة اللي انا اشتغلتها الاخيرة دي. تمام. اللي انا يعني هي مش واضحة قوي عشان شدة الخيط كده. تمام. غرزة الحشو. تمام. بسيب اول سلسله اللي هي دي، بسيبها ما بشتغلش فيها وببدا اشتغل في تاني، فده اسمه ارتفاع. فغرزه السلسله واحده برتفع ليه غرزه الحشو بسلسله واحده، يعني بفوت غرزه سلسله واحده قبل ما بشتغل غرزه الحشو. وببدا اشتغل في تاني سلسله بالشكل ده. بنزل تحت حرف الفي، تحت الحرف ده اول واحد. فطرق احنا عندنا الشكل زي ما قلنا حرف الفي، وببدا اشتغل في الجزء اللي فوق ده وانزل تحته واشد الخيط. فببدا اشد الخيط كده. تمام. بقى عندنا على الإبرة حلقتين. تمام. أشد الخيط وبطلع من الحلقتين مع بعض، وهي دي غرزة الحشو. تمام. هنكرر. بننزل في الشغل طبعا في السلسلة بيبقى شوية مش باين، بس هو بيبقى سهل برضو. احنا لو جينا نركز هنلاقي فيه حرف هنا، يعني كل سلسلة معانا فيه حرف تحت كده وحرف فوق. احنا بننزل تحت الحرف اللي فوق ده كده، بننزل تحته بالإبرة وبنشد الخيط اللي هو هنا. بنشد الخيط كده وبننزل. بقى عندنا حلقتين على الإبرة، فبنشد الخيط وبنطلع من الحلقتين مرة واحدة بالشكل ده. تمام. وهنا كونا غرزة الحشو. هي مش باينة قوي في السطر ده، ما بتبقاش باينة قوي، بس هي يعني تبدأ تبان من تاني سطر تالت سطر. هي بتبقى غرزة صغيرة، دي غرزة الحشو بتبقى غرزة صغيرة بس نقدر نعمل بيها مشاريع كتير جدا. وهقول لكم في نهاية الفيديو على التطبيق اللي احنا هنقدر نعمله. كررها كذا مرة قدامكم من غير كلام.
السلاسل في الاول كانوا 12. هنعد دلوقتي الغرز الحشو، وعد غرز الحشو بيكون ازاي؟ بيكون برضو من حرف الفي اللي احنا اللي كونته الغرزه واحنا شغالينها بالشكل ده. فهنبص كده من فوق هنلاقي حرف في، فنيجي نعد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طب ليه طلع 11 ما طلعوش 12؟ عشان فوتنا غرزه وارتفاع. كانوا 12 سلسله واصبحوا كانوا 12 سلسله واصبحوا 11 غرزه حشو، لان ايه؟ زي ما قلنا بنفوت غرزه ما بنشتغلش فيها، ودي بتبقى ارتفاع لغرزه السطر الاولاني من غرزه الحشو، فبان الشكل بقى باين بالشكل ده كده. تمام، وده ظهر الغرزه. تمام، كمل. عايزين بقى نطلع مثلا الدور التاني عايزين نطلع تاني سطر تالت سطر. فتاني سطر برضو بنقوم عاملين سلسله زي السطر الجديد، وبنبدأ ننزل تحت حرف الفي بتاع اللي احنا اشتغلناه اللي هو متكون قدامنا ده من الغرزة اللي فاتت او من السطر اللي فات. بنبدأ ننزل تحته كله، وبنبدأ نشد الخيط. بقى عندنا حلقتين على الإبرة، وبنعمل بقى غرز حشو، وبنكمل بنفس الطريقة. تمام. نصيحة مهمة جدا جدا وانتوا بادئين تشتغلوا، لو انتوا بتشتغلوا حاجة طولية بالشكل ده، يعني رايح جاي بالشكل ده، مهم ان انتم تستخدموا معاكم الماركر او تعدوا، بس الافضل ليكم والاريح ان انتوا تستخدموا الماركر. ليه؟ علشان انا دلوقتي معايا 11 سلسله، 11 غرزه حشو احنا شغالين عليهم. تمام. المشروع ده مشروع صغير، ممكن لو احنا بادئين مشروع مثلا فيه 20 30 فمش هنعد كل مشروع، مش هنعد كل غرزه. هنيجي مثلا هوصل كده، يعني هفضل شغال كده بقى غرزه حشو بالشكل ده. ممكن افضل واصله لحد هنا وانسى دي، ماخدش بالي ان في غرزه هنا، واطلع. تمام، واكمل بقى، وبعدين الاقي نفسي طالع هرمي مش طالع مستطيل، فدي غرزه حشو هنا في الاخر. تمام، كده اكون حددت، كده اكون وصلت. عايزه اعد عايزه احدد، بس الافضل لي ان انا احدد. يعني انا هنا وصلنا لاخر، هنا وصلنا لاخر غرزه. تمام، فانا هحد المفروض وانا شغال هروح مع محدده كده واحد، رافعه سلسله وهشتغل اول غرزه. تمام، هشتغل اول غرزه. في اول غرزه دي هعلمها عشان وانا شغاله الاقي، واخر غرزه هنا هعلمها. تمام، فابدا وانا شغاله رايح جاي رايح جاي، اعرف انا بادئه منين وانهي منين. في اول غرزه هنا كده هشتغلها، هقوم معلماها. تمام، اجي اطلع كده كده هشتغل، هلاقي نفسي ان انا اشتغلت اول غرزه. تمام، في اول غرزه في كل سطر بعلمها علشان ما اتلخبطش، واخر غرزه. تمام، هي وهنا وصلنا اهو للعلامه. فبدل ما اتلخبط وافوت الاخيره دي، لان في بعض الغرز او في بعض انواع الخيوط، يعني في الخيط ده عشان شويه باين وشويه كبير، فباين اخر غرزه بالنسبه لي لازم اشتغل فيه. لكن لو خيط مثلا صوف او خيط قطن او خيط حاجه رفيع شويه مش هاخد بالي، ممكن ساعات بتوه خصوصا واحنا بادئين. فيفضل ان احنا نعلم اول غرزة في كل سطر من الكروشيه بالشكل ده. كونا كده اول قطعة من الكروشيه. والمشروع اللي احنا هنعمله اللي مطلوب مننا الاسبوع ده هو المحفظة، ان انتوا تقدروا ان انتوا تعملوا محفظة بنفس الطريقة. هنفضل شغالين عدد من السلاسل، فهي تدريب كويس جدا جدا على غرزة الحشو. الشرح بالتفصيل في الفيديو بتاع المحفظة. احنا ممكن نتدرب الاول على عقدة البداية والسلاسل، نعمل عدد سلاسل لحد ما نوصل زي ما قلنا ان السلاسل تكون كلها شبه بعضها او قريبة من بعضها في الحجم، مفيش حاجة اكبر من حاجة او كده، ويبقى كل عدد السلاسل زي بعض. ونبدأ بقى نتدرب على غرزة الحشو بقى براحتنا لحد ما نعمل المحفظة. اتمنى اشوف تطبيقاتكم، واتمنى تكونوا استفدتم والشرح يكون واضح. وهكتسب لكم رابط التطبيق المشروع اللي احنا مطلوب مننا الاسبوع ده في صندوق الوصف.
بس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا. وبس كده، ومع السلامة.